مع اقتراب شهر رمضان كل عام وانتم بخير. رح نبدأ بتجهيز مفرزات رمضان، واليوم رح نعمل مع بعض كبة حلب أو كبة التمن العراقية أو كبة الرز. طريقتها كتير سهلة، اتبعوا معي الخطوات خطوة بخطوة. كوبين رز رح ننقعهم ساعتين، ومنحاول نكسر الرز وقت النقع بهاي الطريقة. تكسير الرز رح يساعدنا إنه يطلع النشا تبعه. رح أخلي الرز على جنب ليكمل نقع، وبهذا الوقت رح نحضر الحشوة. بالمقلة رح نحط معلقتين زيت، بصلتين مفرومين، وبعدين رح أقلبهم 4-5 دقايق ليتغير لون البصل ويصير شفاف. أول ما يدبل البصل رح ننزل نص كيلو لحمة مفرومة، رح نضيف رشة ملح، فلفل أسود، معلقة صغيرة بهار مشكل، أنا استخدمت ال7 بهارات. بقلبهم ليتغير لون اللحمة وتستوي معنا. بالآخر رح ننزل المكسرات الموجودة عنا، ممكن جوز أو صنوبر، كمان ممكن تضيفوا بقدونس مفروم وزبيب حسب المتوفر عندكم. وهيك صارت جاهزة معنا الحشوة، حنخليها على جنب لتبرد تماما. صفيت الرز تماما وحاولت اني اكسره، شوفوا تقريبا عندي كيف مكسر. هلأ رح اضيف المي، تقريبا 5 اكواب مي، وانا زودت المقدار للمي شوي عشان بدي الرز يعجن. رح نضيف معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة كركم، بحركها وبخليها أول شي تغلي على نار عالية. ولما تبدأ تمتص المي، شايفين كيف أنا بحرك فيه عشان نزيد تكسير الرز ونساعده أنه ينهرس معنا بسهولة. هلأ بوطي النار على أوطى درجة وبغطيها وبخليها لتتشرب المي تماما. وهيك صار جاهز مع الرز. بختبره، بجرب بحبة صغيرة، بحاول إني أهرسها، وإذا انهرست معي بكل سهولة يعني الرز عندي استوى 100% وصار جاهز إنه نهرسه. هلأ خيارات الهرس حسب المتوفر عندكم، ممكن تطحنوه أو تهرسوه بمطحنة اللحمة، رح تطلع لكم عجينة كتير ناعمة. فإذا متوفر عندكم ممكن تطحنوها بمفرمة اللحمة، ممكن بالمعلقة زي ما شايفين بكل سهولة، أو بهراسة البطاطا بكل سهولة هرسته، لأنه الرز عندي معجن فما أخذ معي أي جهد، بكل سهولة هرسته. بعد ما نخلص هرس ممكن نعجنه على ايدنا او بالعجانة، استخدمت هاي القطعة للعجن رح تساعدنا كتير. هلأ بخليه يبرد تماما قبل ما نبدأ بالحشي والتشكيل. منجهز الصواني اللي حنحط عليها الكبة، لازم تكون عليها ورق زبدة عشان ما تلزق حبات الكبة. منخلي جنبنا صحن صغير فيه مية ومنبدأ بالتشكيل. بليت ايدي بشوية مي، طبعا ما منكتر، اشي بسيط عشان بس تساعدنا انه ما تلزق ايدنا بالكبة. ببل اصبعي وبضغط بهاي الطريقة، ايد رح تلف الكبة وايد رح تضغط على الجوانب بهاي الطريقة، واذا احتجت برجع ببل ايدي بشوية مية كمان. ووقت التسكير نحاول انه نطلع منها الهواء واحنا منسكر. ببل اصبعي بشوية مي وبمسح عليها وبتأكد انه تسكرت من كل الجوانب. بالنسبة للتشكيل ممكن أشكلها بطريقة دائرية بهاي الطريقة، أو بطريقة طولية حسب ما بتحبوا. طبعا مثل ما ملاحظين أنا بحط الحبات عصنية عليها ورق زبدة وبغطيهم بكيس نايلون، بحطهم بالفريزر يتجمدوا تماما. بعدين بطلعهم من الفريزر وبحطهم بأكياس كوجبات. بهاي الطريقة راح تحفظوهم طول الشهر في رمضان، ووقت ما تحتاجوا بتطلعوا منهم. بالنسبة للقلي إذا رح تقلوهم بنفس اليوم بنحطهم بالفريزر بمدة لا تقل عن ساعتين، لازم تبرد تماما عشان تتماسك. وبعدين بنقليها بزيت حامي، لازم يكون الزيت حامي لأنه هي أساسا مستوية الرز واللحمة، إحنا بس بدنا إياها تتحمر. إذا كان معكم الزيت متوسط أو بارد رح تتفكك معكم الكبة وتخرب. وهيك بعد ما خلصنا الكمية كاملة طلعوا معي تقريبا 30 حبة. راح نحطهم بالفريزر وبس يتجمدوا مثل ما قلت لكم راح نحطهم بأكياس ونخزنهم. طبعا أنا قليت كمية لأورجيكم النتيجة النهائية، طلعت ما شاء الله بتشهي.
ناجحة 100% ومقرمشة ولذيذة. بتمنى يكون الفيديو عجبكم لليوم. إذا عجبكم ما تنسوا اللايك والاشتراك، تفعيل الجرس إذا كنتوا جداد على قناتي. نشوفكم بالفيديو الجاي، وصحتين وألف عافية.